بيبدأ الفيلم في قرية بسيطة بيسكنها ناس كتير، وبنشوف بنت الصغيرة قاعدة تلعب عند البحيرة، فبيجي باباها يكلمها وبيطلب منها ما تقربش من البحيرة علشان الشيطان ما يخطفهاش. وبعدها بينزل باباها في المية وبيفضل يلعب معاها علشان يخليها مبسوطة، وهي بتفضل تراقبه بكل سعادة. لكن فجأة بيهجم عليه جسم غريب وبيفضل يتحرك بيه في المية لحد ما بينتشر الدم في كل مكان، وبيبقى الشخص ده خسر حياته. وساعتها بنعرف إن البحيرة فيها شيطان متشكل على هيئة سمكة وحشية، فبيظهر شخص غريب موجود في السفينة وبيوصل لمكان السمكة دي وبيقدر يصطادها. فبيروحوا أهل القرية بعدها يتكلموا معاه وبيشكروه على مساعدته ليهم وإنه قدر يخلصهم من الشيطان اللي موجود. لكن فجأة بيظهر شخص تاني اسمه تسانغ وبيقول إن السمكة اللي هو اصطادها دي مجرد سمكة عادية، وإن الشيطان لسه موجود في البحيرة وهم لازم ياخدوا بالهم. ولما بيسألوه أهل القرية هو مين، بيعرفهم بنفسه وبيقولوا إن هو سائق شياطين، وإن عنده القدرة يحدد هل السمكة دي فعلا جواها روح شيطان ولا لأ. وفي الوقت ده بيقلبوا عليه أهل القرية وبيبقوا شايفين إنه بيقول أي كلام، فبيقبضوا عليه وبيقرروا يعاقبوه علشان بيحاول يخدعهم. لكنه بيفضل يتكلم معاهم وبيقول لهم إن كلامه هو الحقيقة. وبعدها بيروحوا أهل القرية ينزلوا في البحيرة علشان يحتفلوا بإنهم قدروا أخيرا يتخلصوا من الشيطان اللي موجود. بس المفاجأة إن للأسف كلام تسانغ بيكون صح، وفي اللحظة دي بيظهر الشيطان الحقيقي على هيئة السمكة الوحشية وبيبدأ يخطف الناس وبيخلص عليهم بشكل بشع. فبيهربوا بسرعة وبيبقوا مرعوبين من اللي بيحصل، خصوصا لما بيظهر الشيطان قدامهم وبيكون شكله مخيف جدا. فبيقدر تسانغ في اللحظة دي إنه يحرر نفسه وبيكون عايز ينقذ سكان القرية، وبالفعل بيروح يحارب الشيطان وبيبذل كل جهده علشان يخلص عليه. وعلى الرغم من إن الموضوع بيكون في غاية الصعوبة، لكن لحسن الحظ إنه في النهاية بيقدر ينقذ حياة طفلة صغيرة، وكمان بيخرج السمكة الوحشية بره البحيرة. فبتفقد السمكة قدرتها على إنها تتنفس، وساعتها بتختفي روح الشيطان اللي جواها وبيظهر بدلها شخص مجهول. وفي اللحظة دي بنفهم إن الشخص ده كان ساكن جواه روح شيطان شريرة، وهي اللي خلته يتحول ويأذي الناس. فبيقعد تسانغ معاه بعدها وبيفضل يقرأ عليه تعويذ من الكتاب بتاعه عشان يخرج منه الروح الشريرة. لكن للأسف التعويذ مش بيكون ليها تأثير نهائي، وبيبدأ الشخص ده يهجم عليه علشان يتخلص منه. وفي الوقت ده بتظهر بنت غريبة في المكان اسمها دوان، وبتقدر تدافع عن تسانغ وبتنقذ الموقف بكل بساطة، وكمان بتحبس الشخص ده في كيس سحري معاها علشان تكون اتخلصت منه تماما. وبعدها بتروح تتكلم مع تسانغ وبتقوله إن طريقته في صيد الشياطين دي غلط خالص، وإن كتاب التعويذ اللي معاه ملهوش لازمة. وبتبدأ بعدها تعمل له حركات سحرية علشان توريه مهارتها، وبتقوله إنها صائدة شياطين محترفة جدا، وإنه لازم يبدأ يتعلم طريقة تانية علشان يكون شاطر زيها. فبيمشي تسانغ وهو متضايق وبيكون حاسس إنه شخص فاشل لحد ما بيوصل للمعلم بتاعه، وهناك بيتكلم معاه وبيسأله عن كتاب التعويذ، وبيكون عايز يعرف هل هو مفيد فعلا ولا لأ. فبيرد عليه المعلم وبيقوله إن الكتاب ده مفيد جدا، وإنه يقدر يخليه يقبض على الروح الشريرة بدون ما يتخلص من جسم الشيطان بالكامل. وبيعرفوا إن دي الحاجة اللي هتميزه عن أي سائق شياطين تاني، لأن الباقيين بيتخلصوا من الإنسان اللي جواه روح شيطان، أما هو فعايزه بس يتخلص من روح الشيطان ويرجع الإنسان لطبيعته. فبيتأثر تسانغ بكلامه وبيصدقه طبعا، وبعدها بيمشي في المدينة علشان يكمل مهمته في صيد الشياطين. وبعد شوية بيوصل لمكان كبير عبارة عن مطعم، وبيكون عارف إن كل الموجودين فيه عبارة عن شياطين ومتنكرين على هيئة بشر. فبيفضل مستني لحد ما بتيجي اللحظة المناسبة، وساعتها بيحاول يتحداهم عشان يخرج من جسمهم الروح الشريرة. لكن للأسف برضو الموضوع بيفشل ومش بيقدر تسانغ إنه يعمل كده، وبتبدأ واحدة منهم تهجم عليه. بس فجأة بتظهر دوان من تاني وبتبقى جاية مخصوص علشان تنقذ حياته، فبتهاجم كل اللي موجودين في المكان لوحدها، وبتستخدم السوار السحري اللي معاها علشان تتغلب عليهم بسهولة. وعلى الرغم من إن عددهم بيكون كبير جدا، لكن دوان بتكون شجاعة وبتقدر تخلص عليهم كلهم. وفي النهاية بيظهر كبير الشياطين اللي بيكون متنكر على هيئة إنسان بشري عادي، فبتهجم عليه دوان وبتحصل معركة كبيرة ما بينهم. وطبعا كل ده تسانغ بيكون قاعد بعيد وبيراقب اللي بيحصل وهو مذهول. فبتستمر المعركة ما بينهم، وللأسف الشيطان ده بيكون قوي جدا، وعلشان كده بيتدخل تسانغ بحيث ينقذ حياة دوان. وبالفعل بيقدروا في النهاية إنهم يسحبوا روحه وبيدخلوها في الكيس الحراري. لكن هنا بتكون المفاجأة، وده لأن الشيطان بيكون أقوى بكتير مما هم متخيلين، وبيخرج بعدها من الكيس على هيئة حيوان متوحش. فبيهرب تسانغ بسرعة مع دوان، وبيكونوا عارفين إنهم مش هيقدروا يتغلبوا على الشيطان ده لوحدهم. ولما بيقعدوا بعدها بيساعدها تسانغ في إنه يعالج جروحها، وبيبدأوا هما
الاتنين يتعرفوا على بعض. فبيسألها تسانغ عن السوار السحري اللي معاها، وهي بتقوله إن ده أغلى شيء هي بتمتلكه. ولما بيكملوا كلامهم بيكون واضح على دوان إنها معجبة بيه وعايزة تقرب منه أكتر، فبتبدأ تتكلم معاه في الموضوع وبتظهر له مشاعرها. لكن المفاجأة إن تسانغ بيهرب على طول، وبيبقى أول مرة يتعرض للموقف ده. ولما بيرجع بعدها للمعلم بتاعه بيحكي له اللي حصل، وبيقوله إنه مش بيفكر في موضوع الحب ده أبدا، وإنه محتاج يكون فاضي طول الوقت علشان يقدر يكمل مهمته في الحياة ويكون سائق شياطين بارع جدا. وبالليل بيمشي تسانغ وبيسيب المدينة علشان عايز يوصل لمكان الملك القرد، وبنعرف إن الملك ده بارع جدا في اصطياد الشياطين. وبيكون تسانغ عايز يقابله علشان يتعلم من مهاراته رغم إن كل الناس بتحذر منه. فبيفضل تسانغ ماشي في الطريق لحد ما بيتفاجئ إن دوان بتظهر تاني قدامه، لكن المرة دي بيكون معاها كل أصحابها اللي بيساعدوها في مهمة اصطياد الشياطين. ولما بتتكلم مع تسانغ تاني بخصوص مشاعرها ناحيته بيرفض تسانغ الموضوع وبيكون عايز يمشي ويسيبها، لكن طبعا دوان مش بتسمح بده وبتطلب من أصحابها يقبضوا عليه ويفضلوا حابسينه. لكن المفاجأة إن بعدها بيظهر الشيطان اللي كان على هيئة حيوان متوحش وبيبدأ يطاردهم من تاني، فبيجروا بسرعة بالعربية اللي معاهم على أمل إنهم ينجوا بحياتهم. لكن للأسف الشيطان بيلحقهم وبيدمر العربية بتاعتهم. فبيقلق تسانغ جدا لما بيشوف دوان فاقدة وعيها وبيجري ناحيتها علشان يطمن عليها، وبيكون خايف لحسن تكون فرقة الحياة. لكن المفاجأة إنها بتكون عاملة فيه مقلب، وبتقوله بعدها إن هي مبسوطة علشان شافته وهو قلقان عليها. وقبل ما يرد تسانغ بيتفاجئوا إن الشيطان لسه موجود وبيقرب منهم أكتر. وفي اللحظة دي بيظهر صائد الشياطين تاني وبيقدر يقف قصاد الشيطان، وبعدها بيظهروا اتنين تانيين وبيبقوا هما كمان بيصطادوا الشياطين، وبنعرف إنهم شطار جدا في الموضوع ده. وكمان بنكتشف إن هما موجودين هنا مخصوص عشان يتغلبوا على الشيطان اللي على هيئة حيوان متوحش، وده لأنه قوي جدا ومش أي حد هيقدر يتخلص منه. ولما بيتعرفوا كلهم على بعض بنرجع تاني لتسانغ وهو بيتكلم معاها، فبيطلب منها تفضل بعيدة عنه لأنها كده بتعطله وهو مش متقبلها نهائي، وبيبدأ يكلمها بأسلوب سخيف. فبتتضايق دوان طبعا لأنه أحرجها قدام كل اللي موجودين، وعشان كده بتتخانق معاه وكمان بتضربه لحد ما بيقع على الأرض. وبعدها بتتكلم معاه وبتقوله إن شخص مش كويس وإنها مش هتحاول تقرب له تاني مهما حصل. فبيمشي تسانغ وهو ندمان شوية بسبب أسلوبه، وبيكون حاسس إنه تعامل معاها بشكل مش كويس. ولما بيعدي الوقت بيقدر تسانغ يوصل لمكان الملك القرد واللي بيكون عايز يتعلم من مهارته في اصطياد الشياطين. لكن المفاجأة إن الملك ده بيكون متعاقب بسبب شره وإنه بيحاول يأذي كل الناس. وبنعرف إنه حاليا محبوس في كهف وما بيقدرش يخرج منه أبدا طول ما القفل السري موجود. فبيقعد تسانغ يتكلم معاه وبيحكي له قصته، وبيطلب منه يساعده في إنه يصطاد شيطان الحيوان المتوحش. فبيقول له الملك إنه موافق، وبيعرفه إنه علشان يعمل كده لازم الأول يستدرجه للمكان. فبيطلب منه يلاقي بنت تغني أغنية معينة تحت ضوء القمر، وبيقول له إن ساعتها هيظهر الشيطان وهو هيتكفل بالباقي. والمفاجأة إن في اللحظة دي بتظهر دوان من تاني، وبيتضح إنها كانت ماشية ورا تسانغ طول الوقت، وبيبقى واضح إنها فعلا بتحبه وبتحاول على قد ما تقدر تكسب حبه ليها. وعلى الرغم من إن تسانغ مش بيكون مبسوط بوجودها هنا، لكنه بيقرر يتقبل الموضوع، خصوصا إنه محتاجها علشان تغني الأغنية ويستدرجوا الشيطان للمكان. فبيعدي الوقت وبتبدأ دوان تغني الأغنية بالفعل، وتسانغ بيكون واقف يعزف الموسيقى وبيراقبها وهي بتغني. وهنا بنبدأ نلاحظ إن نظرته ليها بتكون مختلفة وكأنه بيحبها بس مضطر يظهر عكس كده. وبعد شوية بيظهر الشيطان بالفعل وبيوصل لمكان الكهف، وهنا بيقدر الملك القرد إنه يسيطر عليه وبيتخلص من الروح الشريرة اللي جواه. فبتيجي دوان وبتسحب روحه في الكيس السحري اللي معاها، وبكده يبقوا اتخلصوا من الشيطان ده للأبد. وبعدها بتروح دوان تتكلم مع تسانغ وبتقوله مرة تانية إن هي بتحبه، وبتعرفه إنها مستعدة تتغير علشانه بحيث يوافق عليها ويعيشوا هما الاتنين سوا. وعلشان تثبت له ده بتخلع دوان السوار السحري بتاعها وبتحوله على هيئة خاتم، فبتمسك ايده بتلبسه الخاتم ده علشان يكون هدية منها. فبيتعصب تسانغ جدا خصوصا انه مش بيعرف يخلع الخاتم، وبيقول لها انه لو اضطر يقطع صباعه فهيعمل كده، لكنه مش هيقبل منها هدية ابدا. فبتتضايق دوان جدا وبتحس بحزن كبير جواها وان مفيش اي فرصة قدامها علشان هو كمان يحبها. فبتاخد الخاتم منه وبتقوله ان هي اسفة وانها مش هتفتح الموضوع ده تاني. ولما بتمشي دوان بيخرج هو كمان من الكهف وبيستعد علشان يرجع للقرية بتاعته. لكن قبل ما يمشي بيتكلم معاه الملك القرد وبيطلب منه يقطع الوردة اللي فوق الكهف بحيث يشوف ضوء القمر. فبيوافق تسانغ وبيكون عايز يساعده، وبالفعل بيقطع الوردة دي. والمفاجأة ان الوردة بتكون هي القفل السحري اللي قادر يحبس الملك القرد في
الكهف، وبيتضح إنه قدر يضحك على تسانغ ويخليه يتخلص من القفل ده عشان يقدر يخرج تاني من الكهف ويقوم بأعماله الشريرة. وبالفعل بيظهر بعدها الملك وهو على هيئة قرد وبيتكلم مع تسانغ، وبيعرفوا إنه قدر يخدعه بكل سهولة، فبيستخدم قوته السحرية وبيقدر يسيب تسانغ بشكل خطير، وبيقوله إنه قدامه حل من اتنين: إما إنه يطيعه ويعمل كل حاجة هو بيقوله عليها، أو إنه يرفض ده ويستحمل العقاب بتاعه. فبيرفض تسانغ طبعا وبيقوله إنه مستحيل يطوع في أمور الشر وإنه هيفضل يساعد الناس على طول. فبيتعصب الملك وبيفضل يعاقبه بشكل قاسي جدا، وكمان بيقطع له شعره بالكامل. وفي اللحظة دي بيظهروا صيادين الشياطين اللي اتكلمنا عليهم من شوية، وبيبقوا جايين مخصوص عشان يقضوا على الملك القرد. فبيبدأ كل واحد فيهم يهجم عليه بطريقته، لكن للأسف الملك القرد بيكون أقوى منهم كلهم وبيخلص عليهم بمنتهى السهولة. ولما بيروح بعدها علشان يخلص على تسانغ، بنتفاجئ إن دوان ظهرت من تاني وبتبقى جاية تنقذه من الورطة اللي هو فيها. فبيتكلم تسانغ معاها وبيطلب منها تسيب المكان وتمشي، لأن الملك القرد أقوى منها وممكن حياتها تتعرض للخطر. لكن طبعا دوان بترفض وبتبدأ تهجم على الملك، بس للأسف الموضوع مش بينتهي بشكل كويس خالص، وده لأنها بتتصاب بشكل كبير وبتقع على الأرض. وساعتها بيتصدم تسانغ وبيكون خايف عليها، فبيقرب منها وبيحاول يتكلم معاها، بس للأسف إصابتها بتكون سيئة وبتبدأ دوان تفارق الحياة. فبينهار تسانغ وبيقول لها إنه آسف عشان ما كانش صريح معاها، وبيعترف لها إنه حبها من أول لحظة شافها فيها. وبنكتشف إنه ما كانش عايز يصرحها بمشاعره من البداية عشان كان خايف ينشغل ويبعد عن حلمه في إنه يكون سائق شياطين محترف. فبتفارق دوان الحياة وبياخد تسانغ منها السوار السحري وبيشكله على هيئة خاتم وبيلبسه في إيده. وبعدها بيقرر تسانغ إنه ينتقم علشان هلكن على طريقته الخاصة، فبيطلع كتاب التعويذ بتاعه وبيبدأ يقرأ منه وهو متأكد إنه مش هيفشل المرة دي. والمفاجأة إنه فعلا بينجح، وبتظهر قوة سحرية كبيرة بيقدر بيها يتغلب على الملك القرد. ومش بس كده، ده كمان بينقله لعالم الخير علشان يقدر يسحب منه الروح الشريرة. ولحسن الحظ إن الموضوع بينجح وبيكون قدر يرجعه كإنسان طبيعي من تاني. وبعد فترة بنشوف تسانغ وهو قاعد مع المعلم بتاعه وبيشكره علشان قدر يتعلم منه حاجات كتير، وبيكون مبسوط علشان حاليا بقى قادر يسحب روح الشيطان الشريرة من أي شخص بدون ما يتخلص منه بالكامل. فبنشوف بعدها كل الأشخاص اللي كان ساكنهم روح شريرة بعد ما تعافوا وبقوا منضمين لتسانغ عشان يساعدوه في إنه يقضي على الأرواح الشريرة ويساعدوا كل الناس. ومع مرور الوقت بيفضل تسانغ فاكر دوان وبيتخيلها في كل مكان حواليه، وبيتمنى لو إن الزمن يرجع علشان يعيشوا مع بعض زي ما كانت بتتمنى. ولغاية هنا بيخلص فيلمنا النهاردة. أتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد، وما تنسوش تشتركوا في قناتنا التانية إياد عبد المنصف اللي بنلخص فيها أفلام. سلام.